حادث صعب جدا وحادث أليم، انقلاب القطار القادم من الإسكندرية. ربنا يرحم الأموات ويعافي المصابين في الحادث الأليم اللي حصل النهاردة منذ ساعة تقريبا في القطر القادم من الإسكندرية. تفاصيل الحادث بالظبط: في القطار بيتعرض القطار القادم من محافظة الإسكندرية وكان ذاهب إلى مدينة مرسى مطروح، بينقلب القطر في منطقة اسمها زاوية العوامة ودي تابعة لمدينة الضبعة. بعد وقوع الحادث بتوصل كل سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بزاوية العوامة، وبتقوم قوات الشرطة والجهات المعنية للتوجه إلى موقع الحادث لمعرفة الأسباب والتفاصيل. ولكن الأنباء لغاية دلوقتي بتقول عن إن في وفيات وإصابات كبيرة. بتستجيب خدمات الطوارئ والجهات المعنية لموقع الحادث. بيقع الحادث في قطار مطروح واللي هو برقم 1935، هو قطار روسي مكيف، وانقلبت عدة عربيات فيه بعد خروجه عن مساره، وده عند الكيلو 203 عند محطة فوكا وجلال بالقرب من مدينة زاوية العوامة بالضبعة. وحاليا بيتم الاستعانة بالرافعات لرفع العربيات المتضررة وكمان عشان إعادتها إلى مسارها الصحيح، وتم إرسال فرق من مهندسي السكة الحديد لتحديد سبب الحادث والإصابات وغير ذلك. هنقول لكم على كل التفاصيل، ولكن حاليا الخبر لسه بقاله ساعات وربنا يرحم الجميع.